السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ نتمنى يوصلكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. اليوم غنتقاسم معكم هذه المائده الرمضانيه اللي كتشوفوا، هذا الميني كيك وهذا لا سوب بالخضار الخضراء والمسمن معمر بدقيق القمح الكامل، يعني صحي و- وبواحد الحشوه اللي كتجي هائله. كيف كتشوفوا هذاك بالدقيق الكامل داك المسمن. فبقاو معايا نشوفوا المقادير. هنايا عندي 600 غرام تاع الدقيق الكامل، كنغربلها كنحيد من هذاك الخلا الغليظه، كنخلي غير داكشي يعني الرقيق. صافي كنزيد عليها الملحه بحسب الذوق، كنزيد 2 معالق كبار نتاع الخل التفاح. خل التفاح راه يعني صحي احسن من اي خل. كنضيف كذلك 2 معالق كبار نتاع العسل، يمكن لكم تعوضوه بالسكر العادي. وكنضيف 3 نتاع المعالق كبار نتاع زيت المائده. صافي وكنعجن بالماء دافي، كنعجنو عجين بحال المسمن العادي، يعني العجينه ما كتكونش مرخوفه بزاف، كتكون عاديه ما كتكونش مرخوفه. صافي كندلكو مزيان، يعني المسمن راه كيبغي دليك. كندلكو مزيان نلوه، كندهنو بالزيت وكنلوه في واحد البلاستيكه، كنخليه كيرتاح. كيف كتشوفوا كنديرو بعدا في الزيت، كندهنو بالزيت باش ما كيسقناش في الميكه اللي غادي نديرو فيها. صافي وكنلويه في ميكه وكنخليه كيرتاح. العجين تاع المسمن قد ما ارتاح قد ما كيعذبكمش، يعني كتحكموا فيه كيف تبغيو. قد ما ارتاح قد ما كتحكموا فيه كيف تبغيو، وكيجي المسمن مورق زوين. صافي ندوزو دابا ندير الحشوه. هنايا درت واحد الكميه نتاع البصله، كتعجبنا البصله فيه بزاف، ودرت شويه الخضره كديروا اللي يعجبكم. انا درت هنايا فلفله وحكيت شويه نتاع خيزو. صافي وكنقليهم مع بعضياتهم، كندير عليهم فلفله حمراء والكمون والضامه نتاع البنه وشويه نتاع الزعفران والملحه حسب الذوق. صافي هادشي اللي كنديرو، كنقليهم مزيان، كنضيف بودره نتاع الثوم وكنقليهم كلهم مع بعض حتى كيتقلاو، ما كتبقاش فيهم ما كيبقاش فيهم الماء. كنزيد عليهم الكفته، يعني كفته كديروا نتاع لعدان نتاع الدجاج اللي يعجبكم، اللي كان عندكم كديروه. صافي كنبقى نقليهم مع بعضياتهم حتى كتقلى الحشوه مزيان وما كيبقاش فيها نهائيا الماء. هنايا درت شويه نتاع الشعريه الصينيه، رطبتها في الماء سخون وغادي نصفيها ونقطعها طريفات صغارين. المهم كتقطعوها طريفات صغارين وكتصفيوها من داك الماء وكتزيدوها على الحشوه، وكتصفيوها مزيان من الماء عاد كتضيفوها على الحشوه. صافي كنخلط الجميع مزيان، ما كنخليش فوق البوطه بزاف باش ما كتعجناش داك الشعريه الصينيه. صافي وكنحيدها من فوق البوطه وكنخليها تبرد. هنايا عندي دقيق الفينو مع شويه نتاع خماره نتاع الحلويات، وعندي هنايا شويه نتاع الزبده. والمسمن كورته كيف شفتوا بعد ما ارتاح كورته هنايا كويرات صغار. وصافي دابا غادي ندير مسمن عادي، يعني كتورقوا مسمن عادي كنورقوه باش كيجينا للتعمر، كيجي مزيان. كان عادي كنورقوه. هنايا زربت لكم فيديو باش ما يجيكمش فيديو طويل. صافي كندهن بالزبده وكنرش بداك دقيق الفينو مع الخماره تاع الحلويات. كيف كتشوفوا كنبقى هكا كنورق فيه حتى كنكمل الكميه كلها. ملي كنكمل الكميه كلها كنبدا باول وحده لانها كتكون تطلقات، كتكون الترخات هي اللي كنبدا بها باش ما كتعذبناش في الطليق. هانتوما كتشوفوا كنطلقوا على شكل مستطيل، كنحاول نطلقوا في الطول باش ملي كنعمرو كيجينا مزيان التمر. صافي الحشوه خصها تكون بارده باش ما كتقطعناش العجين. صافي كنعمرو كنلوي كيف كتشوفوا كنلويو بحال الصيغار، كنديرهم على شكل قضبان وكنديروهم في اللاطه من بعد ما كندير لها الورق نتاع الطبخ باش ما يلصقناش. صافي كنبقى مستمره هكا حتى كنكمل داك الكميه اللي عندي كلها. دائما كنطلقوا في الطول كيف كتشوفوا كنطلقوا في الطول وكنعمروا بالحشوه. صافي كنديرهم في واحد البلاطو كيف شفتوا،
ديروا من الأحسن ديروا ورق الطبخ. يمكن لكم غير دهنوا البلاطو، ولكن يديروا ورق الطبخ باش ما كيتسقلكمش. هنايا كان عندي واحد صفر بيضه كندهن من الفوق، وكندير كدهنوا من فوق هكا بالاصفر البيضاء، وكتزوقوا باش ما بغيتو. انا زوقت بالسانوج والزريعه نتاع القرعه، وقطعتهم طريفات صغارين كيف كتشوفوا. قطعت طريفات صغار باش منين كيكونوا باش كيجيو ساهلين التقطاع منين كيطيبوا. هنايا غادي ندوز ندير لا سوب نتاع الخضر. عندي البصله، درت البصله في الاول وقليتها وزدت عليها الخضر. زدت الخضر البنات، درت هنايا اللوبيا، كانت عندي مجمده اللوبيا والجلبانه كلشي مجمد عندي، والبروكولي كيف كتشوفوا. صافي كنسد عليهم كنخليهم كيتقلاو مع بعض. ملي وزدت عليهم هنايا المعدنوس حتى هو مجمد، وكنضيف عليهم ملي كيتقلاو كنضيف عليهم الماء طايب حتى كيتقلاو كيذوب منهم داك الثلج، وكنضيف عليهم الماء طايب وكنخليهم ملي كيطيبوا. البنات هانتوما شوفوا طايبين. ملي كيطيبوا كنضيف عليهم التوابل، كنضيف شويه نتاع الابزار. هنايا ضفت القشطه السائله وشويه نتاع الابزار وشويه نتاع الزعفران الحر شعره، الزعفران شعره، وضامن نتاع البنه. صافي هادشي اللي كنضيف. كنخلي داك كيغلى داك القشطه السائله كتغلى. كي كتغلى صافي كنطحن. هنايا شوفوا المسمن درتو في الفران، كنديرو في فران درجه حراره 180، وكنشعل غير من تحت وكنخليه حتى كيطيب، عاد كنشعل من فوق. هنايا طحنت لا سوب نتاعي كيف كتشوفوا. زدت عليها الزعتر، يعني كيجي معاها الزعتر زوين بزاف. صافي وكنقدموها. غادي ندوز ندير معكم واحد الميني كيك كيف كتشوفوا. هنايا عندي 150 غرام تاع سنيده، 150 غرام تاع زيت المائده، وعندي طاس نتاع يوغورت، وعندي 150 غرام تاع الحليب. عندي 15 غرام تاع خماره تاع الحلويات وفانيلا، وواحد 2 معالق نتاع الخل والدقيق. وعندي تفاحه غادي نحكها، قشرتها غادي نحكها في المحكه. وعندي دقيق كنديرو حوالي 3 نتاع الكيسان، كل كاس 150 غرام. اول حاجه كنديرها كنحك داك التفاحه. كيجيو هاد الكيك كيجيو والبيض البنات نسيت ما قلت لكمش البيض، كنديروا واحد 5 نتاع الحبات نتاع البيض. كنضيف عليهم بعد ما نحك التفاحه، ضفت عليها البيض والسكر سنيده وفانيلا، وكنخلط مع بعض. كنخلطوا مع بعض مزيان حتى كنحسوا بان السنيده دابت. وكنضيفوا حنا كنخلطوا، حنا كنضيفوا الزيت شويه بشويه حتى كنساليوه. وكنضيف كذلك الحليب، وانا كنخلط غير بالطراب هكا، غير بشويه كنخلط. كنضيف داك طاس نتاع يوغورت. انا درت هنايا طاس يوغورت مسوس، يمكن لكم ديروا اي نوع اللي بغيتو. انا درت هنايا عادي يعني مسوس. كنضيف واحد شويه نتاع واحد 2 معالق كبار نتاع الخل التفاح، كيعطيها واحد الهشاشه 2 ولا 3 اللي المهم اللي بغيتو. انا هنايا معلقه صغيره يعني ما كبيراش بزاف ما غريقاش، درت 3. الا كانت عندكم معلقه غريقه وداكشي ديروا غير 2. ضفت هنايا الخميره ضروري كت كتغربلوها باش ما كيبقاوش داك الكريات في العجين. وكنضيف 3 نتاع الكيسان نتاع الدقيق. كل كاس كيدير 150 غرام. كتجي نيشان، كيجيكم هاد العبار كيجي نيشان، ما كتزيدوا ما كتنقصوا، كيجي هو هذاك. صافي كنخلط وكنديرهم في كويغطات صغيورين، في الكويغطات نتاع المافين ولا الكيك. وصافي هذيك هي الكميه اللي عطاتني. هنايا كيف شفتوا خرجت المسمن من الفران، كيجي غزال وصحي، والمذاق ما نقولكمش كيجي والله قسم الا كيجي غزال. صافي كيف كتشوفوه كيجي زوين. قطعت لكم باش تشوفوا من داخل كيف كيجي وصحي. وهنايا الشوربه لا سوب غادي نديرها في لا سوبيار. وصافي هادو هما الكيك. ها نتوما كيف جا كيجي غزال، كيجي زوين، كيجي من داخل كيجي رطب بداك التفاح اللي كيكون فيه، كيعطيه واحد كيجي يعني كيجي زوين، كيجي من داخل كتحسوا به رطب وزوين. نحلكم باش تشوفوا من داخل، غنحلكم وحده باش تشوفوا من داخل كيجي اسفنجي. ها نتوما شوفوا كيف كيجي بحال البونج، كيجي غزال. ومقادير مضبوطه البنات، مقادير
مضبوطة، يعني ما تخافوش منها. هانتوما كيف كيجي بحال البونج، ولا قسم الا بحال البونج. مقادير مضبوطة ومجربة هنا ومعاودة. وداك التفاح اللي كيكون فيه الداخل كيعطيه واحد المذاق وكيجي زوين. صافي هنايا لا سوب كيف كتشوفوا نتاع الخضر كتجي صحية وفي نفس الوقت لذيذة. يمكن لكم ما ديروش فيها القشطة السائلة، يعني واخا ديروها غير بلا قشطة السائلة راه كتجي زوينة. صافي هذه هي المائدة نتاعنا نتاع اليوم. كنتمنى هاد الوصفات يكونوا نالوا الاعجاب نتاعكم. تعليقاتكم ولايكاتكم كتحفزني وكتدعمني. شكرا لاي وحده خدات من الوقت نتاعها دارت تعليق لايك. شكرا لكم بزاف، وكلمة شكر قليلة في الحق نتاعكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وصيام مقبول وقيام مقبول. الله يتقبل منكم صالح الأعمال. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.